السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم عاد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم حلوة الخليط أو بما تسمى حلوة المرشم. كل منطقة وشنو كيقولوا لها، حلوة اللي كتجي لذيذة بنينة ومقومة وسهلة حتى في التحضير ديالها. فغادي نخليكم مع المكونات اللي غنحتاجو في تحضيرها اليوم. هادو هما المقادير اللي غادي نحضروا بهم حلوة اليوم. كنحتاجوا 250 غرام ديال الزبدة أي رابعة. أنا استعملت لذة، ممكن تستعملوا أي نوعية تخدموا بها. 250 غرام ديال الزبدة. غادي نحتاجوا كأس ديال السنيدة وقبيصة ديال الملح وكيس من الفاني. يعني الفاني عندنا 7 غرام حتى ل 8 غرام اللي عندكم غادي تخدموا به. كنحتاجوا ايضا كأس ديال الزيت النباتيه العبار، كنعبر انا بالكاس ديال العنبه. غادي نحتاجوا 2 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ. غادي نحتاج واحد الكاس ديال الزنجلان، ما كيكونش محمر، غير مصهد غير شي شويه، ولا ما كنتوش مصهدين راه غادي يطيب لينا في الفران. غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الكاوكاو اللي كيكون محمر ومهرمش غليظ. انا يعني النص كنهرمشو رقيق والنص كنهرمشو غليظ، كنحيد منه غير القشره شي شويه وشي شويه كيبقى عندي بالقشره ديالو. غنحتاجو كيس ديال الخميره اي 8 غرام، والدقيق حسب الخليط، والدقيق يكون خاص بالحلويات. هادو هما المكونات اللي غادي نحضروا بهم الحلوى ديال اليوم. غادي ندوزو لطريقه التحضير. هنا في الاناء اللي غادي نخدم فيه درت 250 غرام ديال الزبده وكاس ديال السنيده وقبيصه ديال الملح. كنحاول انني نخدم الزبده مزيان مع السكر ومع الفاني ومع الملح. وغادي نضيف كاس ديال الزيت النباتيه كيف قلت لكم العبار بالكاس ديال العنبه. وضروري الزبده تكون بحراره المطبخ، الا كانت بارده فراه غادي تعذبكم في الخدمه. حاولوا انكم يعني تحطوها في الشمس اولا ديروها غير في الميكرووند واحد 15 دقيقه باش كتطلق لكم غير شي شويه، او لا ممكن ديروا تخدموها يعني في الهاشوار. راه كنخدموا في الخليط هي كتخدم لينا مزيان. وكنضيف 2 بيضات يكونوا بحراره المطبخ، ما يكونوش باردين باش ما يبردوش لينا الزبده. كنبقى نخدم البيض حتى يتجانس ليا مع المكونات. كنحاول انني نخدم الكل مزيان حتى البيض كيدخل لينا في الخليط. هنا غادي نضيف الكاوكاو، ممكن الا بغيتو تعوضوه باللوز تعوضوه باللوز. وكنضيف الزنجلان كيف قلت لكم كاس. وهنا ما وريتكمش في الاول العنب اليابس اللي قطعته، فانا بغيتو يجيني يعني كيجي مقرمش في الحلوى. اللي بغاه يبقى ليهم رطب فغادي يرطبوه واحد نصف ساعه في الماء ومن بعد يصفوا عليه ويديروه في الخليط. فانا ما كيعجبنيش يبقى يعني رطب، فحاولت انني بغيتو يجيني فيه ديك التقرميشه لداخل في الحلوى. هاد الحلوى انا ما كنديرش فيها الماء الزهر باش ما كتجيش باينه فيها المذاق ديال الماء الزهر. ما كيبغوش ليا يعني الوليدات ديالي الماء الزهر، فحاولت انني نخدمها بدون ماء الزهر. فالناس اللي كيبغوا الماء الزهر فيحاولوا ان هاد العنب يابس يرطبوه في الماء الزهر، وراه غادي يجيهم المذاق ديال الحلوى فيه الماء الزهر. او ممكن يضيفوا واحد 2 معالق. كيف كتشوفوا الحلوى باينه انها مقومه بداك الزنجلان وداك الكاوكاو اللي حمرناه وهرمشناه. وكيف قلت لكم اللي بغات تضيف في بلاصه الكاوكاو اللوز راه تضيف اللوز. من بعد ما كنخلط المكونات كاملين كنضيف في هذه المرحله الدقيق و8 غرام ديال الحلوى. يعني احنا في المغرب راه هذا الكيس عندنا فيه 8 غرام ديال خميرة الحلويات. بالنسبة للأخوات اللي خارج المغرب كنقول لهم الغرامات باش يعرفوا شحال درت في الحلوى ديالي. هنا غادي نبدا نخلط. حاولوا انكم ما تقصحوهاش وما تخلوهاش رطبه ثاني بزاف باش ما تسيحش لينا في الفران. كنخدم بهذه الطريقه، كنحاول ندخل داك الدقيق في المكونات وغادي نبقى مره كنضيف الدقيق تدريجيا. كيف قلت لكم حاولوا انكم ما تقصحوهاش لان دايرين فيها الزنجلان والكاوكاو،
فالزبده ملي كتكون كتخدموها راه كتكون رطبه، ولكن من بعد راه غادي تشرب لكم داك الدقيق. هنا من بعد ما جمعت الخليط كيف كتشوفوا الخليط كيبان فيه داك السنجلان والعنب يابس والكاوكاو. هذا هو المطبع اللي غادي نخدم به. المطبع ديال الورده كاين اللي كيقول ليه المطبع ديال البارابول لانه داير الشكل ديالو بحال الشكل ديال البارابول يعني دائري، وهذيك الحديده عنده يعني من التحت. كاين اللي كيقول ليها حلوه الخليط. المهم كل وحده اشنو كتسميها على حسب المنطقه ديالها. المهم هذا المطبع راه معروف، كاين اللي كيقول ليه المطبع ديال الورده معروف، او لا المطبع ديال البارابول راه معروف. غادي نشكلوا كويرات تكون متوسطه الحجم، ما كبيره ما صغيره، على قد المرشم ديالنا. حنا هنايا في مدينه اسفي راه كنديروها بالمرشم ديال النحاس، يعني موجود عندنا، ولكن المناطق الاخرى كاين اللي كيكون فيها المرشم ديال النحاس كاين اللي لا. ولكن حاولت نخدمها معكم بهذا المطبع، باش المطبع راه كاين في كل المدن المغربيه. من بعد ما كناخذ الكويرات ديالي كنستفهم في اللاطه، كناخذ المطبع كنديرو في الدقيق، كنفندو في الدقيق وكنسوسو ونحاول نطبع الحلوى ديالي. الحلوى خصها تكون القياس ديال المطبع، ما تكونش كبيره وما تكونش صغير. كنحاول انني نطبع اللي بغاتها تبقى ليها شويه غليظه فطبع غير شي شويه وتخليها. انا كنبغيها شويه مبسطه، ما كنبغيهاش تبقى هكاك غليظه. فالمطبع بالنسبه لكم نتوما غادي تطبعوا حسب اللي عندكم في الدار. اي مطبع راه ممكن تطبعوا به. اللي ما عندهاش كاع المطبع يعني ما متوفرش عندها فدير الفرشيط كيف ما كانوا كيديروا والدينا زمان. كنضربوها بالفرشيط على 3. ديك الكويره كنضربوها هكا من الجوانب على 3. فيعني اهم شيء هو ان الحلوى تنجح معكم ويجي المذاق ديالها مميز. وكيف قلت لكم اي مطبع عندكم في الدار حاولوا انكم ترشموها به. كيف كتشوفوا كتعطي هاد الشكل بالفرشيط. صافي غادي نبقى مستمره حتى نكمل الكميه اللي عندي. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما كملت الكويرات ديالي كاملين كي قلت لكم متوسطه الحجم، ما تكون كبيره ما صغيره. وهذا هو المطبع اللي طبعت به. كنحاول نكبر باش يبان للاخوات مزيان. وهذا اللي درته بالفرشيط. وفي هذه المرحله كيكون الفران سخون، كنقصوا ليه على الحد ديالو، كندير الحلوى الفوق حتى كطيب لينا، عاد نكملوا لها الطياب ديالها من الوجه. وهنا من بعد ما طابت معنا الحلوى كيف كتشوفوا اللون ديالها كيجي موحد كيف قلت لكم حتى طيب لكم، يعني الفوق كطيب من التحت وكنزلوها تكمل الطياب ديالها من الوجه. كيجي اللون ديالها موحد. صراحه كتجي زوينه وسهله دغيا كتوجد معنا. غادي نخلوها حتى تبرد لينا تماما. انا كنخليها حتى تبرد ليا مزيان، عاد غادي نفندها وغادي ندوزو باش نفندوها في السكر كلاصي. هنا خديت سكر كلاصي اللي كيكون نوعيه جيده، يعني سكر كلاصي سبيسيال يكون نوعيه جيده. كناخذو كنغربلو وكنبدا كنفند فيه الحلوى. فانتم الا بغيتو فيها السكر كلاصي فخلو فيها داك السكر كلاصي. انا كنحاول نسوسها شويه لان ما كيبغاش شي ولادي فيها السكر، وحتى الا خدمتها للكليان راه حتى الكليان ما كيبغيهاش تكون حلوه بزاف. فهي كيجي داك المذاق ديالها معتدل. داك الكاس ديال السكر يكفي مع هاد التفنه اللي غادي نفندو، كتجي المذاق ديالها هي هذيك. كنبقى مستمره وكنحاول انني نحيد داك الزائد ديال السكر كلاصي كيف قلت لكم باش ما تجيناش حلوه بزاف. وراه ملي كتبرد لينا مزيان كيشد فيها السكر كلاصي وما كيرطبش لينا عليه. فإلا كانت باقا دافيه ولا غير بردات واحد شويه بدينا كنفندوها، داك السكر كلاصي كيبدا كيبرد عليها، كيبدا بحال يبان مرطب شي شويه. فإلا خلينا حتى بردت تماما فراه غادي الحلوى يشد لينا فيها السكر كلاصي وكيبقى مغبر عليها مزيان، يعني ما كيجيش بحال الا مرطب. هذه اللي كنا درنا بالفرشيط حتى هي غادي تشوفوا نفندها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها حتى هي كيفاش كيجي. كنحاول ان يعني الاخوات نشرح لهم بالتفصيل الممل
وكنحاول ان حتى الا ما كانش عندهم المطبع اشنو البديل ديالو. هنا كيف كتشوفوا راه حتى هي المنظر ديالها كيجي زوين، يعني لا ديال المطبع ولا ديال الفرشيط، كيجيو بجوج بهم المنظر ديالهم زوين من بعد ما كيتفندوا في السكر كلاصي. وكيف قلت لكم السكر كلاصي انكم حاولوا انكم تغربلوه، وحتى كنستف ونكمل مثلا في اللاطه كنحاول نديرها بالصفاي عليها شويه بالسكر كلاصي باش كيجي شويه مغبر عليها من الفوق. وغادي نتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال حلوة الخليط اللي صيفتها معكم اليوم، او بما تسمى حلوة المرشم، اللي سهلة في التحضير، كتجي لذيذة بزاف، مقومة وبنينة، وكيف قلت لكم راه دغيا غادي توجد معكم. كنتمنى الفيديو اليوم انه ينال اعجابكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم. الى اللقاء.